بقطاع التلفزيون المصري مع نخبة من أفضل مقدمي البرامج التعليمية وأحدث الوسائل التكنولوجية. معنا تحقق التميز، التفوق، فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مادة العلوم. درسنا في الحلقات السابقة موضوعات الضوء متعلقة بانعكاس الضوء وانكسار الضوء، وعرفنا أن أنواع الانعكاس منتظم وغير منتظم، وهو على المرايا بمختلف أنواعها، سواء كانت مرآة مستوية أو مرآة محدبة أو مرآة مكعرة. ثم درسنا بعد ذلك انكسار الضوء خلال العدسات بنوعيها، العدسة المحدبة والعدسة المكعرة. والعدسة المحدبة عندما ينكسر الضوء خلالها فإنه يتجمع في بؤرة العدسة، أما العدسة المكعرة فإنه ينكسر متفرقا. اليوم إن شاء الله يا شباب هندرس موضوع متعلق بانكسار الضوء داخل عين الإنسان، وهو موضوع عيوب الإبصار. عيوب الإبصار، عشان أتكلم عن الإبصار أولا لابد أعرف كيف للعين أن ترى الأجسام. تستطيع عين الإنسان أن ترى الأجسام عندما الذي تراه العين فإنه ينعكس على عدسة العين، ومن ثم عدسة العين بتكون صورة معتدلة مساوية لهذا الجسم على شبكية العين. وعرفنا طبعا أن شبكية العين والعين السليمة يستطيع الجسم أن يراها هذا الجسم أو يرى هذا الجسم على بعد 25 سنتيمتر. فإن شاء الله نعرف ما هي عيوب الإبصار عند الإنسان طبعا وعند كل المخلوقات الحية. قدامك صورة هي بتبين قدرة الخالق سبحانه وتعالى في كيف للإنسان أن يرى الأجسام التي أمامه. عندك جسم قدامك اهو، وبعدين أول جزء في العين اللي هو الجزء الأبيض اسمه قرنية العين، يلي هذه القرنية عدسة العين. عندما يسقط الجسم أو الضوء على الجسم اللي قدام العين ده، اللي بيحصل العين بتستقبل هذه الأشعة المنعكسة على هيئة أشعة ضوئية. مين اللي بيجمعها؟ عدسة العين، وهي عدسة نوعها يا أبطال؟ تمام، عدسة محدبة فعلا بتجمع الضوء على مين؟ على الشبكية اللي هي آخر جزء في قاع العين. بتلاحظ هنا أن الصورة المتكونة على الشبكية في هذه الحالة بتكون صورة مقلوبة. مقلوبة يعني إيه؟ يعني معناها من أسفل إلى أعلى. معنى ذلك أن إيه؟ لابد تعتدل. فعشان تعتدل هذه الصورة، العين متصلة بالعصب البصري أو مركز الرؤية في المخ أو في الدماغ. بيبدأ المركز البصري ده بيتلقى الإشارة بأن هو يجعل هذه الصورة من صورة مقلوبة إلى صورة معتدلة على شبكية العين، وبالتالي تستطيع العين أن ترى صورة للجسم اللي أمامها، صورة مساوية ومعتدلة لهذا الجسم. كيف تستطيع العيون رؤية الأجسام؟ تستطيع العيون رؤية الأجسام عندما ينعكس الضوء على هذه الأجسام، بتجمعها العدسة المحدبة في مقدمة العين، ثم بعد ذلك تتكون صورة معتدلة مساوية للجسم على شبكية العين. وشبكية العين دي يا شباب هي عبارة عن إيه؟ كأنها شاشة التلفزيون اللي بتظهر الصورة لنا ونرى الأجسام بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل نقطة أخرى يا شباب. الأشعة طبعا احنا قلنا بتسقط على الأجسام، ومن ثم تسقط على عدسة العين.
ثم بعد ذلك بتنكسر الأشعة الضوئية خلال عدسة العين وتكون صورة مقلوبة مصغرة للأجسام على الشبكية. طيب الصورة المقلوبة والصورة المصغرة هل تتعدل صفات هذه الصورة؟ نعم تتعدل صفات هذه الصورة، ولكن عن طريق العصب البصري. يعني العصب البصري ده بينقل الصورة إلى مركز البصر في الدماغ أو في المخ، يقوم بتعديلها فتصبح الصورة معتدلة مساوية للجسم كما يراها الإنسان دائما في صورة مساوية ومعتدلة تماما. ننتقل بعد ذلك أسباب عيوب الإبصار. هل للإبصار عيوب؟ نعم، للإبصار أو للعين قد يكون لها عيوب فلا ترى الأجسام بصورة صحيحة كما في الشخص السليم. أسباب عيوب الإبصار سببين. أولا عدم انتظام كروية العين. هو العين لها كروية يا أستاذ؟ نعم لها كروية، بيكون لها سطح كروي أملس، فإذا كان فيه اعوجاج فإحنا بنقول لها عدم انتظام. إذا قطر كرة العين بيختلف في هذه الحالة، يبقى إذا أول سبب من عيوب الإبصار اختلاف أو عدم انتظام كروية العين. تاني سبب عدم انتظام تحدب سطحي عدسة العين. العدسة داخل العين اللي هي بعد القرنية مباشرة هي داخل القزحية، هي عبارة عن عدسة محدبة لها طبعا وجهين، بيكون أحد وجهي هذه العدسة غير منتظم التحدب وبالتالي يسبب عيب من عيوب الإبصار. إذن عرفنا أسباب عيوب الإبصار في هذه الحالة. أهم عيوب الإبصار، أول شيء أو أول عيب من عيوب الإبصار هو قصر النظر. تاني عيب اسمه طول النظر. هو يا أستاذ فيه عيبين بس؟ لا، في عيوب أخرى، ولكن عندنا في المرحلة الإعدادية عندنا عيبين: قصر النظر وطول النظر. في عيب آخر ندرسه في المرحلة الثانوية وهو الاستجماتيزم. هتكلم أول حاجة عن قصر النظر. ما هو قصر النظر؟ هو عيب بصري يعني يصيب العين، يؤدي إلى رؤية الأجسام القريبة بوضوح. القريبة معناها الأجسام على بعد 25 سنتيمتر بوضوح، ولكن الأجسام البعيدة اللي بتزيد عن 25 سنتي بتراها صورة مشوهة يعني غير واضحة. يبقى لما يقول لي عرف قصر النظر هقول له هو عيب بصري يؤدي إلى رؤية الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة ترى مشوهة. أسباب قصر النظر، يبقى أول عيب اللي هو قصر النظر له أسباب. أول سبب زيادة قطر العين فتكون الشبكية بعيدة عن عدسة العين. طبعا في مسافة محددة بين مين؟ بين الشبكية اللي بتكون عليها الصورة اللي هي شاشة التلفزيون وبين العدسة اللي هي بتكون الصورة أو بتجمع الصورة على الشبكية. لما بيزداد القطر ده يبقى إذن هذا الإنسان يصاب بقصر النظر. تاني سبب زيادة تحدب سطحي عدسة العين فيكون بعدها البؤري صغير. خلي بالك احنا درسنا البعد البؤري. مين شاطر كده يا أبطال يفكرني بالبعد البؤري؟ ما هو البعد البؤري؟ تمام، أنا شايف ما شاء الله الشباب متذكرين. البعد البؤري هو المسافة بين المركز البصري للعين ونقطة تجمع الأشعة المنكسرة، ده اسم البعد البؤري. إذا زيادة التحدب بيخلي البعد البؤري صغير. طب لما البعد البؤري صغير ايه اللي يحصل؟ يؤدي الى تجمع الاشعه الضوئيه الصادره من الجسم البعيد امام الشبكيه، يعني ما بيوصلش الشبكيه، ما بيوصلش الشاشه اللي بتكون عليها الصوره، ثم تتفرق مكونه صوره غير واضحه على الشبكيه. احنا اتفقنا وقلنا متى تكون الصوره واضحه وليس للعين اي عيوب؟ عندما تكون الصوره على الشبكيه. انما في حاله قصر النظر تتكون الصوره امام الشبكيه، وطالما امام الشبكيه او خلف الشبكيه يبقى ده بيسمى عيب من عيوب الابصار. في هذه الحاله يتكون الصوره او تتكون الصوره امام الشبكيه ويصاب الانسان في هذه الحاله بعيب اسمه قصر النظر. ازاي بقى اعالج قصر النظر ده؟ اعالجه ازاي؟ يعني اصحح قصر النظر ازاي؟ طبعا عن طريق استخدام عدسات طبيه. العدسات الطبيه قد تكون نظاره طبيه وقد تكون عدسه لاصقه على حسب نوع الانسان عاوز ايه منها. طب لما يقول لي يصحح قصر النظر باستخدام نظارات طبيه ذات عدسات مقعره، علل ليه؟ اشمعنى العدسه المقعره؟
ان اتفقنا ان العدسه المحدبه ده العدسه محدبه، لكن عشان اصحح قصر النظر لابد استخدم عدسه مقعره. يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك علل، هقول له طبعا لان العدسه المقعره دي اللي قدامك اهي، اللي قدامك اللي هي النضاره اللي انت لابسها، هتفرق الاشعه. ما انا عرفت ان قصر النظر تتكون امام الشبكيه، انا عاوزها تتكون خلف الشبكيه ولا امام الشبكيه، انا عاوزها تتكون على الشبكيه تماما. اذا في هذه الحاله تفرق العدسه المقعره، تفرق الاشعه وتكون على الشبكيه تماما. يبقى اذا الاجابه بتاعت السؤال لان العدسه المقعره تفرق الاشعه الضوئيه قبل دخولها العين فتتكون صوره واضحه على الشبكيه. الهدف اكونها على الشبكيه. اذا في هذه الحاله عالجت انا قصر النظر بهذه الحاله. يبقى النضاره اللي بلبسها وانا عندي قصر نظر اسمها لها عدسه مقعره. مفرقه ولا مجمعه يا استاذ؟ لا، هي فعلا عدسه مفرقه لان الصوره بتتكون امام الشبكيه، اذا تجعلها تفرقها حتى تتكون على الشبكيه. تاني عيب من عيوب الابصار يا شباب هو طول النظر. طول النظر عكس قصر النظر. طب طول النظر كان بيتكون الصوره فين؟ امام الشبكيه. طيب اكيد طول النظر اللي عندي بيتكون فين بقى؟ هيكون خلف الشبكيه. يبقى قصر النظر امام الشبكيه، اكيد طول النظر خلف الشبكيه. انا عاوز الصوره فين؟ على الشبكيه تماما حتى تكون الصوره واضحه. طب لما يقول لي هنا ما هو طول النظر او عرف طول النظر، خلي بالك معايا. طول النظر هو عيب بصري. بصري يعني يصيب العين، يؤدي لرؤيه الاجسام البعيده. البعيده يعني ابعد او اكثر من بعد 25 سم بوضوح، والقريبه بقى مشوهه. مشوهه يعني غير واضحه. بنلاحظ في الصوره، صوره الانسان اللي انت شايفه ده عباره عن ايه؟ دخل الاشعه الضوئيه انعكست على جسم الانسان اللي واقف قدام اللي قدامك ده. ايه اللي بيحصل؟ عدسه العين تجمعها فين؟ خلف الشبكيه ولا على الشبكيه؟ اللي هي خلف الشبكيه. اذا هذا العيب هو اسمه ايه بقى؟ اسمه طول النظر. في هذه الحاله نرى الاجسام البعيده بوضوح، ولكن القريبه نراها مشوهه وغير واضحه. اسباب طول النظر له اسباب زي ما كسر النظر له اسباب. اول حاجه عندي في سبب طول النظر نقص كره او قطر كره العين، فتكون الصوره خلف الشبكيه. بمعنى ايه؟ الشبكيه تكون قريبه من عدسه العين، اذا الصوره تتكون خلفها. طالما خلفها ما كانش عليها، يبقى ده اسمه طول النظر. تاني حاجه يا شباب نقص التحدب. خلي بالك هناك كان زياده، هنا نقص. في طول النظر نقص التحدب لسطحي العدسه العين يكون بعدها البؤري كبير، فيؤدي لتجميع الاشعه الضوئيه من الجسم القريب في نقطه خلف الشبكيه، وهتكون صوره غير واضحه على الشبكيه. اذا في الحاله دي بتتكون الصوره فين يا ابطال؟ في خلف الشبكيه، وبالتالي يسمى طول النظر. طيب ازاي اعالج العيب ده؟ العيب اللي هو مين؟ اللي هو طول النظر او طول الابصار. هعالجه ازاي او اصححه ازاي؟ يصحح طول النظر باستخدام نظارات طبيه ذات عدسات محدبه. هناك كده عدسه مقعره، النظاره في عدسه مقعره في كسر النظر، لكنها عدسه ايه؟ محدبه. يجي لك سؤال في الامتحان علل، اقول له بقى لان العدسه في هذه الحاله تجمع عدسه. هنا عدسه ايه يا ابطال قدامك في الصوره؟ هنا عدسه محدبه بتجمع الاشعه الضوئيه قبل دخولها العين، وبالتالي تكون صوره واضحه فين؟ على الشبكيه. اذا الهدف كله في التصحيح سواء القصر او الطول اكون الصوره على الشبكيه، وفي هذه الحاله اسمها عدسه محدبه تجمع وتعالج طول النظر بهذا الشكل بالنظاره ذات عدسه محدبه. العدسات اللاصقه. طبعا العدسه اللاصقه دي شيء مستحدث لعلاج قصر النظر او طول النظر او عيوب الابصار. عدسه لاصقه اللي بيتخلص من النظاره، ما بيلبسش نظاره، لكن هي عباره عن ايه؟ عاوز اعرف ايه العدسه اللاصقه دي؟ الشيء المستحدث في علم طب العيون هي اجسام وقطع دقيقه جدا من البلاستيك الشفاف. بلاستيك شفاف رقيق جدا ودقيق جدا بيوضع تماما او مباشره على قرنيه العين. ايه هي القرنيه يا شباب؟ اللي هي الجزء الابيض في العين، ده اسمه القرنيه. طب والجزء الملون اسمه ايه يا شباب؟ اسمه القزحيه، وجاي طبعا من اقوس قزح اللي هي الوان الطيف.
حسب لون العين طبعا في الوراثة. يبقى لما يقول لي عرف العدسة اللاصقة هقول له أجسام وقطع دقيقة جدا من البلاستيك الشفاف تستخدم في إيه برضو؟ علاج عيوب الإبصار ويتخلص من النضارة بدل ما بيلبس النضارة. لما يقول لي عرف العدسة اللاصقة هقول له هي عدسة دقيقة، وممكن استخدم كلمة رقيقة جدا، توضع مباشرة على قرنية العين. ايه القرنية؟ اللي هي الجزء الابيض في العين، لتصحيح عيوب الابصار مثل قصر النظر او طول النظر، وتحل محل مين بقى؟ النظارات الطبية. يبقى بدل ما يستخدم نظارة بيستخدم عدسة رقيقة شفافة، وتعالج برضو ايضا عيب البصر، وهي اما عدسة محدبة او عدسة مقعرة. المقعرة تعالج قصر النظر، والعدسة المحدبة تعالج طول النظر. طبعا الصورة قدامكم هي في علاج، كيفية علاج الابصار بالعدسة. طيب دور العدسة ايه؟ بتجمع الاشعة الضوئية قبل دخول العين عشان تكون صورة واضحة على الشبكية لترى الصورة واضحة تماما. استخدام العدسات اللاصقة زيها زي النظارات بالظبط، ولكن بتستخدم في ايه؟ تستخدم العدسات اللاصقة كوسيلة حديثة حتى ما تعملش لود على العين عشان تصحح الابصار، بدل من ايه بقى؟ بدل من النظارات الطبيه. يبقى يستبدل النظاره الطبيه بعدسه رقيقه شفافه من البلاستيك لا تؤذي العين. قدامك هي صوره لعدسه او وضع العدسه، طبعا بتكون معقمه، لازم اعقم، الطبيب بيعقم كويس العدسه وبيعقم ايده، وبعدين يبدا يحطها فين؟ على قرنيه العين، وطبعا بتشمل القرنيه والقزحيه الاثنين مع بعض. وطبعا اقدر طبعا يعني انا ركبتها ممكن انزعها بسهوله جدا جدا، على اساس ممكن تنظيفها مره اخرى او تعقيمها مره اخرى حسب ما انا اريد ارتداء او متى اريد ان ارتديها. يتم وضعها مباشره على قرنيه العين، طبعا هي ما فيش فيها حائل على قرنيه العين، توضع مباشره لتصحيح عيوب الابصار. طيب هنتكلم بقى في نقطه اخرى يا شباب، وهي امراض العين. هل العين يصيبها بعض الأمراض؟ نعم، قد يصيبها بعض الأمراض لعدة أسباب. أول مرض يا شباب اسمه مرض المياه البيضاء، الكاتاراكت. المياه البيضاء شهرته الكاتاراكت. طيب ده مرض يا شباب يعتبر خطير جدا لأمراض العين، وعاوزين نعرف بقى ما هو الكاتاراكت، ما هو المياه البيضاء. يروح عند الدكتور يقول عندك مية بيضاء. طيب هو مرض يصيب العين ويسبب صعوبة في الرؤية نتيجة لإعتام عدسة العين. الكلمة اللي أنا عاوز أشرحها كلمة إعتام. يعني إيه إعتام؟ يعني كأن على قرنية العين أو سطح العين سحابة زي الضباب كده شوية، دي اسمها إعتام، يعني عدم رؤية صحيحة أو عدم رؤية واضحة. إذا تعريف المياه البيضاء مرض من أمراض العين أو الكاتاراكت مرض يصيب العين ويسبب صعوبة في الرؤية نتيجة الإعتام، كأن عليها ضباب أو سحابة لا تمكن العين من الرؤية الواضحة. أسباب المرض اللي هو اللي بنتكلم عليه يا شباب اللي هو مين بقى؟ اللي هو المياه البيضاء. اسمه ايه بقى الشهرة بتاعه؟ الكاتاراكت. أول حاجة الاستعداد الوراثي، قد يكون في جانب وراثي من الأب أو من الأم أو من الجد أو الجدة وهكذا. يبقى إذن أحيانا سببه وراثي نتيجة يعني ورثه او ميراثه منين؟ من الاباء والاجداد. الشيء الثاني اللي هو الاصابه ببعض الامراض، قد يكون اصابه ببعض الامراض زي الرمد الصديد او الرمد الحبيبي يسبب هذا المرض اللي هو المياه البيضاء او الكاتاراكت. او كبر السن، بياتي غالبا هذا المرض مع كبر السن وفي امراض الشيخوخه. يبقى اسبابه قد يكون وراثي، قد يكون باصابه بعض الامراض، او يكون كبر السن. ثالث حاجة أو رابع حاجة عندنا التأثيرات الجانبية للعقيرة الطبية. العقيرة الطبية سواء المراهم وقطرات العيون قد تسبب هذه العتامة في العين اللي احنا بنسميها مرض المياه البيضاء أو الكاتاراكت. نتائج المرض، يعني الإنسان لو أصيب بمرض المياه البيضاء والكاتاراكت، شايف انت الصورة اللي قدامك دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدسة العين، الجزء الأبيض ده اسمه القرنية، والملون ده اسمه القزحية. هتلاقي عليه سحابة مغطية شوية، جزء منين؟ جزء من القرنية وجزء من القزحية، وقد يسبب الجزء ده معناه لسه مصاب بالمرض. لو اعتمد تماما بيبقى فيه اعتام تام، معناه
ان بيفقد الانسان البصر في هذه الحاله. نتائج المرض دي اعتام عدسه العين، مما عدم عليه انعدام الرؤيه. طبعا اعدام جزئي، لكن لا سمح الله لو حصل سحابه كثيفه بيبقى اعتام كلي وفقد البصر. علاج المرض، لما نروح لطبيب العيون عشان يعالج مرض الكاتاراكت او المياه البيضاء ده، لابد من تدخل جراحي، حيث يتم استبدال عدسة العين بعدسة بلاستيكية تزرع في العين على الدوام. يبقى إذن يا إما بيشيل السحابة دي، يا إما يتدخل جراحيا عن طريق إيه؟ زرع عدسة، استبدال عدسة العين بعدسة بلاستيكية بتزرع في العين، دي اسمها زراعة العدسات في علم الطب الحديث. وبعدها بيمكن الرؤية مرة أخرى بدرجة عن الموضوع، يعني استبدال العدسة اللي عليها العتامة دي تماما بعدسة تزرع في العين في قرنية العين، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يرى بوضوح في هذه الحالة لأن العتامة راحت خلاص. بعد ما درسنا يا شباب عرفنا عيوب الإبصار، قصر النظر وطول النظر، وعلاجها بالنظارات الطبية أو العدسات اللاصقة، سواء قصر النظر بعالجها بعدسة مقعرة لتفريق الأشعة، أو طول النظر بعالجها بعدسة محدبة لتجميع الأشعة. هندرس بقى مجموعة من التدريبات الهامة ازاي يجي لي السؤال في الامتحان وازاي اجاوب عليه. اول هذه التدريبات لازم نقرا السؤال كويس وبعدين نجاوب. اكمل ما يلي. اكمل ما يلي يعني بعبارة علمية مناسبة. اولها، اول شيء، يحتاج الشخص المصاب بكسر النظر الى نظارة طبية عدستها. افكر شوية، العيب فين يا شباب؟ كسر النظر. طب كسر النظر بتكون الصورة فين يا شباب؟ امام الشبكية. طيب امام الشبكية محتاجة عدسة ايه؟ تفرقها ولا تجمع؟ لا تفرقها عشان تكون على الشبكية. يبقى العدسة دي ايه يا ابطال؟ تمام، انا سامع واحد ولد من اولادنا بيقول اهون، هي عدسة عبارة عن عدسة مقعرة يا استاذ لتفرق الاشعة وتكونها على الشبكية فيرى الصورة بوضوح. ده سؤال اولاني. سؤال اخر، عيب الابصار الناشئ عن نقص كرة العين. كرة العين، العين على شكل كرة. طيب لما تنقص قطر الكرة ده ايه اللي بيحصل؟ يصاب الانسان بعيب. ايه هو العيب ده يا ابطال؟ اكيد طول النظر. يبقى النقص كرة العين اسمه طول النظر. طب زيادة كرة العين او القطر كرة العين ده اسمه كسر النظر. سؤال اخر يا ابطال، مرض المياه البيضاء اللي احنا سميناه يا ابطال الكاتاراكت. قلت كاتاراكت صح، قلت المياه البيضاء صح. يصيب العين ويسبب صعوبة الرؤية نتيجة ايه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان المرض المياه البيضاء ده يسبب صعوبة الرؤية؟ قد يكون اكمل او علل. ليه يا ابطال؟ لاعتام عدسة العين. اعتام يعني ايه يا ابطال؟ تكون سحابة على عدسة العين او قرنية العين بصفة عامة، وبالتالي لا يستطيع الرؤية. اهم حاجة العدسة لان هي اللي بتنقل الضوء او الصورة المعكوسة على الشبكية. سؤال اخر يا ابطال، التأثيرات الجانبية للعقاقير وكبر السن يسبب مرض المياه البيضاء. خلي بالك، تأثيرات جانبية للعقاقير، عقاقير العين، المراهم او القطرات، وكبر السن الوصول للشيخوخة يسبب مرض المياه البيضاء اللي هي مين بقى يا شباب؟ اللي هي الكاتاراكت. خلي بالك عشان دي مهمة جدا يا شباب، الأسئلة دي مهمة جدا. طيب أنا عندي شكل اهون في عدستين ألف وب. على العدستين دول ليه عينين متساويتين، قطر الكرة العين لشخص بس مختلفين. يعني عندي عدستين يا شباب، ادي عدسة ألف وعدسة ب. هيسألني عليهم سؤال، بيقول لي ايه بقى هنا؟ ايهما، اي العدستين دول يتوقع ان يكون مصابا بكسر النظر ولا ماذا؟ يعني قدامك العدسين الف ولا ب، مين اللي هيصاب او يكون مصاب بكسر النظر في هذه الحاله؟ احنا اتفقنا كسر النظر يا شباب بيتكون الصوره فين؟ امام الشبكيه. شوف بقى القطر اللي عندك فين، مميز كده شويه لو سمحت. هتلاقي عندك الشكل الف. طب ليه الشكل الف يا ابطال؟ لاحظ القطر بتاع العدسه هنا كبير ولا صغير؟ لا كبير، قطر كبير اهو. طالما القطر كبير يا ابطال يبقى اذا مش هيصل الاشعه الضوئيه المنكسره الى فين؟ الى الشبكيه. اذا الشكل الف ده يا شباب هو الشخص مصاب بكسر النظر. ليه؟ لزياده قطر عدسه العين. ادرس الشكلين التاليين
ثم أجب عما يلي. كلمة ادرس يعني افحص الشكلين بوضوح وبهدوء حتى تستطيع أن تجاوب على هذه الأسئلة. قدامك شكلين اهو يا شباب، عبارة عن إيه؟ عبارة عن عدسة العين وصورة كاملة للعين. اللون الأصفر ده عبارة عن هو الشبكية، وعدسة العين هي يعني تجعل الأشعة منكسرة على الشبكية. بس في واحد الشكل الأولاني أمامه عدسة، نوعها إيه يا أبطال دي؟ تمام، هي عدسة مقعرة بتفرج. طب والتاني يا شباب عدسة محدبة بتجمع. ادي الشكلين. طب هو عاوز مني ايه؟ عاوز مني ايه في السؤال ده؟ الشكل ده. ما نوع عيوب الابصار في الشكل الاول؟ الشكل الاول ده قدامه عدسة ايه يا شباب؟ عدسة مفرقة، يعني عدسة مقعرة. طيب ايه اللي بستخدم العدسة المقعرة دي في اي حالة من دول؟ علشان تفرق الاشعة. تفرق معناها ايه؟ معناها العيب ده اسمه ايه بقى يا شباب؟ اسمه قصر النظر. يبقى اذا قصر النظر في الشكل الاولاني لان قدامه عدسة مقعرة تفرق الاشعة. طيب سؤال اخر على هذا الشكل، اين كانت تتكون الصورة في الشكل الثاني؟ هرجع للشكل الثاني. قدام العين عدسة ايه يا شباب؟ سواء عدسة لاصقة او نظارة. عدسة ايه؟ عدسة محدبة. بتجمع ولا تفرق؟ لا بتجمع يا استاذ. طالما بتجمع يا شباب يبقى اصله ايه؟ عبارة عن ايه؟ عاوز يعالج طول النظر اكيد. يبقى اذا يتكون الصورة فين؟ خلف الشبكية. طب العيب اسمه ايه بقى؟ طول النظر. يبقى طول النظر تكون الصورة خلف الشبكية. طب بستخدم لها ايه يا ابطال؟ بستخدم لها عدسة محدبة لتجمع الصورة على الشبكية حتى تكون الصورة واضحة تماما. ده برضو سؤال ممتاز. هنا بقى يا شباب سؤال يعتبر سؤال مقالي لازم افكر فيه شوية. سؤال القصة، بيجيب لك قصة كده يقول لك عليها سؤال. فحص الطبيب أحمد فتبين أنه يعاني من طول النظر ونصحه باستخدام نظارة طبية. راح سألك سؤال بيقول ما المقصود بطول النظر وما نوع العدسات في النظارة؟ خلي بالك من أول القصة خالص، أحمد راح للطبيب وقال له افحص لي أنا عندي مشكلة في عينيا. فلما فحص الطبيب وجد أن عنده طول النظر. طب طول النظر ده معناها الصورة بتتكون فين؟ خلف الشبكية. طيب قال له لازم تعمل نظارة يا أحمد. فإذا النظارة اللي هيستخدمها دي نوع العدسة فيها إيه؟ ده اللي بيسألني عليه. يبقى لما بجاوب السؤال همسك جزء جزء. أول حاجة ما المقصود بطول النظر؟ هقول طول النظر هو عيب بصري يؤدي إلى رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة. وبستخدم لها نظارات إيه؟ نظارة بها عدسات محدبة. يبقى يا أحمد لازم تعمل نظارة محدبة تجمع الأشعة على فين؟ على الشبكية وليس خلف الشبكية. سؤال آخر، شخص يرى الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة. خلي بالك القريبة يشوفها كويس. طب ايه هي المسافة المثالية للعين السليمة يا شباب؟ 25 سنتيمتر. تمام، بزاوية براءة 25 سم. لكن البعيدة ما يشوفهاش قوي، يعني بيشوفها مشوهة غير واضحة. عندي طبعا وما اسبابه؟ خلي بالك الجزئيتين، اوعى تنسى جزئية. اسم هذا العيب ده اول جزء. تاني شيء اللي هي اسباب هذا العيب. طبعا هذا العيب اسمه ايه بقى؟ اسمه قصر النظر. طيب قصر النظر معناه تكون الصورة امام الشبكية. طيب اسبابه ايه بقى؟ اول حاجة زيادة قطر كرة العين. القطر يا شباب بتاع الايه؟ كرة العين بيزداد. طب بسبب ايه بقى ده يا شباب؟ فتكون الشبكية بعيدة عن عدسة العين وزيادة تحدب سطحي العدسة. يبقى هي سببين، زيادة القطر العين او تاني شيء زيادة تحدب سطحي العدسة. يبقى دول السببين. يبقى كسر النظر له سببين، يا اما زيادة قطر كرة العين يا اما زيادة تحدب سطحي عدسة العين. خلي بالك الزيادة دايما مع مين؟ مع كسر النظر. طيب والنقص يا شباب مع طول النظر. دايما تعلمها كده. أعزائي أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية، درسنا اليوم عيوب الإبصار وعرفناها أنهما طول النظر وقصر النظر. وقلنا طول النظر بيتكون الصورة خلف الشبكية وتعالج بواسطة عدسة محدبة لتجميع الأشعة على الشبكية. وقصر النظر عرفناه أنه تكون الصورة أمام الشبكية
ويعالج باستخدام نظارة طبية أو عدسة لاصقة بهذه العدسة اسمها العدسة المقعرة أو المفرقة ليستطيع علاج قصر النظر. أعزائي أبنائي وبنات طلاب الشهادة العادية، استمتعنا بلقائكم. لكم التحية ولمصر الحب كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.